شكرا سيد الرئيس. سأبدأ من حيث انتهى زميلي مندوب السعودية. سأبدأ بالشعر باعتبار أنه يحب الشعر. يقول شاعرنا الكبير نزار قباني الذي كان ممنوعا من زيارة كل دول الخليج، يقول: والشعر ماذا سيبقى من أصالته إذا تولاه نصاب ومداح ونواح. أما القرآن الكريم فقد قال كلاما معبرا أكثر من ذلك عندما قال الله تعالى: واقتبس: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. صدق الله العظيم. السيد الرئيس، يشكل تقديم الوفد السعودي بالنيابة عن مجموعة من رعاته ومستخدميه مشروع قرار ينتقد ما يسمى بحالة حقوق الإنسان في سوريا مفارقة عجيبة بحد ذاته، لأن النظام السعودي هو آخر من يحق له التحدث عن حقوق الإنسان في هذه المنظمة الدولية، وذلك نظرا لسجل التخلف الإنساني والقانوني الذي يتمتع به في هذا المجال تجاه مواطنيه أنفسهم وتجاه الوافدين الأجانب. وهنا نسأل ويتساءل معنا الحاضرون: هل النظام السعودي مستعد وجاهز لتطبيق الفقرات الواردة في مشروع القرار المقدم ضد بلادي على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في السعودية؟ وذلك انطلاقا من القاعدة الأخلاقية التي تقول: من ساواك بنفسه ما ظلمك. إن تورط آل سعود وآل ثاني ورعاتهما في الإرهاب بات جليا للجميع، وهذا ما أكدته تسريبات ويكيليكس، وتحديدا ما أقرت به المرشحة هيلاري كلينتون وكذلك نائب الرئيس جو بايدن حول انخراط النظامين السعودي والقطري بدعم وتمويل الإرهاب في بلادي، ناهيك عن التقرير الصادر عن شركة تويوتا اليابانية بناء على طلب من حكومتي سوريا وروسيا الاتحادية، اللتان زودتا الشركة اليابانية بآلاف الصور الملتقطة بعدسات الأقمار الصناعية للسيارات التي تم تزويد داعش بها في سوريا والعراق. ويبين التقرير أن الشركة اليابانية قد باعت 60,000 سيارة دفع رباعي من طراز تويوتا لكل من السعودية وقطر والأمارات والأردن، وطبعا هذه السيارات هي بحوزة داعش الآن. أترك هذه المعلومة في حيازة وعناية الدول التي تريد حماية تعزيز حقوق الإنسان. والإرهاب السعودي كما يعرف القاصي والداني ليس جديدا في المنطقة وفي العالم، وبصماته السوداء لا تزال في أفغانستان ونيكاراغوا والعراق وليبيا ودول منطقة الساحل والشيشان ونيويورك واليمن والكويت والبحرين وباريس ونيس وبوسطن وبلجيكا ولبنان والمنطقة الشرقية والجنوبية في السعودية نفسها. وقد خاطب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب آل سعود حديثا قائلا، وأقتبس: لا تعتقدوا أن المجموعات الوهابية التي خلقتموها في بلدان العالم وطلبتم منها نشر الظلام والوحشية وذبح الإنسان وتدمير الحياة، لا تظنوا أبدا أنها ستقف إلى جانبكم وتحميكم، فهؤلاء لا مكان لهم في كل مكان من الأرض إلا في حضنكم وتحت ظل حكمكم، لهذا سيأتون إليكم من كل مكان وسينقلبون عليكم ويومها سيقومون بأكلكم. انتهى الاقتباس. وهذا بالضبط ما قاله
الشاعر العربي أيضا، وهو: وإذا تركت أخاك تأكله الذئاب فاعلم بأنك يا أخاه ستستطاب، ويجيء دورك بعده في لحظة إن لم يجئك الذئب تنهشك الكلاب. إن تأكل النيران غرفة منزل فالغرفة الأخرى سيدركها الخراب. ولكن هيهات من يفهم هذا الكلام. السيد الرئيس، إن مشروع القرار المطروح أمامنا اليوم يؤكد حالة الهستيريا والعجز السياسي لكيان آل سعود وشركائه ومشغليه إزاء الانتصارات التي يحرزها الجيش السوري والقوات الحليفة التي تساند الحكومة السورية بناء على طلبها في القضاء على سرطان الإرهاب السعودي القطري الوهابي الذي امتد إلى بقاع العالم أجمع. ويظهر الفشل الذريع للعدوان السعودي على اليمن وسوريا والعراق أن داء جارجارين العدوان يأكل صاحبه من الداخل. ويحق لنا أن نسأل: كيف للسعودية وهي دويلة بدائية غير طرف أصلا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حتى الآن أن تنبري لتقديم مشروع قرار ضد سوريا حول حقوق الإنسان؟ إن تقديم هكذا قرار يقوض بحد ذاته الجهود الجماعية المبذولة لتعزيز الحوار البناء والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء التي يسعى البعض منها وبشكل علني للتشويش والقرصنة على آليات التعامل مع حقوق الإنسان، لا سيما الاستعراض الدوري الشامل، وذلك في ظل النكسات التي ألمت بأجهزة الأمم المتحدة، ومن أبرزها ترأس إسرائيل للجنة القانونية في الأمم المتحدة هذا العام، وكذلك شراء السعودية مقعدا لها في مجلس حقوق الإنسان، وترأسها للمجلس ذاته في العام 2015. ولا نستغرب والحال هكذا أن تترأس داعش مكتب الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في العام القادم، وأن تترأس جبهة النصرة أو بوكو حرام أو حركة الشباب أوتشا أيضا. وما من شك في أنكم اطلعتم كلكم على الابتزاز السياسي والدور المافيوي الذي مارسه الكيان السعودي عندما وجه تهديدا للأمين العام بوقف المساعدات المالية وقطعها عن برامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لا سيما وكالة الأونروا، وذلك لإجباره على سحب اسم ما يسمى التحالف الذي تقوده السعودية ضد أبناء اليمن الشقيق من التقرير الذي أعدته المقررة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة. ومن المؤسف والمعيب أن يشبه سفير الكيان السعودي في واشنطن عبد الله آل سعود عدوان بلاده على اليمن بأنه مثل ضرب الزوج لزوجته لدى رده على سؤال مراسل الانترسبت الأمريكية، وهو رد يشرح ذاته بذاته ولا يحتاج إلى مفسرين وهابيين وخطباء مفوهين كالمندوب السعودي هنا لشرح مدى تخلفه وعقمه الحضاري والفكري. أما الكيان القطري فهو آخر من يحق له التحدث عن حقوق الإنسان، كونه راعيا للإرهاب التكفيري، فلا دستور يحكمه ولا شعب يتمتع بحق الانتخاب. وما تسمى بالمؤسسة الحاكمة الديمقراطية القطرية تعتمد على انقلاب ابن العم على ابن العم، والابن على الأب، والأخ على الأخ، بشكل يسمونه بالانتقال الديمقراطي الشفاف، والمواطن القطري هو آخر من يعلم. أما رعاية الكيان القطري للإرهاب فقد أكدته حادثة السفينة لطف الله في العام 2011 التي حملت السلاح من ليبيا للإرهابيين في سوريا عن طريق أحد المرافئ اللبنانية، وكذلك رعاية كل من قطر وإسرائيل لإرهابي جبهة النصرة وداعش في الجولان السوري المحتل. ونظرا لإيمان دويلة قطر العظمى بأهمية حقوق الإنسان، فقد حكم الكيان الحاكم على الشاعر القطري محمد بن راشد العجمي بالسجن المؤبد بسبب انتقاده للحريات في قطر في قصيدة، مجرد قصيدة. كما تنضم تركيا للسعودية وقطر ليس فقط في تبني مشروع القرار هذا، وإنما في رعاية الإرهاب وغض النظر عن إدخال عشرات الآلاف من الإرهابيين الذين عبروا الحدود إلى سوريا برعاية السلطات التركية
دون أن تحرك هذه السلطات ساكنة. وهذه حقائق موثقة يتحدث عنها النائب التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض آران أردم في وسط البرلمان التركي، وليست مجرد ادعاءات أو اتهامات إعلامية لا قيمة لها. ختاما السيد الرئيس، أناشد الدول الأعضاء عدم الوقوع في حبائل هذا الشذوذ الفكري السعودي القطري الذي لا يأخذ بعين الاعتبار موقف كتلة حركة عدم الانحياز الرافض لمناقشة قرارات بعينها حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء من ناحية المبدأ. وبناء على كل ما سبق وحماية لعدم تسييس مسائل حقوق الإنسان، أدعو الدول الأعضاء للتصويت ضد هذا القرار الآثم الذي يطيل أمد الحرب الإرهابية على بلادي ويقوض أي مسار سياسي وينصب الإرهابي مدافعا عن حقوق الإنسان في بلادي. شكرا السيد الرئيس.